جديد كل حاجة في السيزون ده جديدة ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. ايتمز وناس بتفرع من الستورم سيرج والدنيا بايظة، ولكن رغم ده في ناس وصلت التشالنجر خلاص. طيب ايه الكلام؟ الفيديو ده انا هعرفك ايه اجمد الشامبيونز في كل لين عشان تعرف تطلع في الرانك قبل ما يتعمل عليك ريست وتعيد من الاول. اهلا بيكم، انا كور من فيلوجيميا وده الفيديو اللي انت مستنيه. خليني بس اعرفك كده كام حاجه. انا هقولك الشامبيون والبيلد بتاعه والرونز وتعمل ايه على السريع عشان تكسب الجيم. فبما اني دي كاري وبصيح كتير فهبدا من هناك. يا رب ارحمني يا رب. An ally has been مبدئيا كده ميس فورشن. يب حرفيا ميس فورشن وصلت للاو بي تير، اعلى وين ريت حاليا في اللعبه بوين ريت 54.52%، وده رقم كبير جدا بعد التعديلات الاخيره ونزول ايتمز كتير للاساسنز. ام اف من اكتر المستفيدين لان ايتمز الاساسنز بتشتغل عليها عادي، ده غير انها بتمشي بسرعه قوي في الماب. هتجيب الفيرست سترايك كرونز اساسيه والباقي هيظهر قدامك. بتبدا بالجوست بليد وراها على طول الكوليكتور، وهوبا تجيب الجرادج من اول. هنا انت الالتيميت بتاعتك حراقه قوي يعني. بيت البيلد هيظهر قدامك على الشاشه. هدفك في الجيم انك تحاول تاخد كل او اتنين في اول 10 دقائق، وبعد كده تخش اي فايت مع التيم بتاعك. كل اللي عليك انك تقف وراه وتدوس الت بس. حرفيا جي كسبت الجيم. عايز افكرك ان الالت بتاعت ام اف من اكتر الالتيميتس اللي بتعمل دامج في اللعبه اساسا. كمان ما تستخسرش تضرب الالت بتاعتك حتى لو اللي واقف فيها واحد او اتنين، مش لازم الخمسه يعني. نخش على اللي بعده وهو صاحب الرقم المميز جن. بنفس الطريقة ايتمات الاساسنز الجديدة قوية زيه زي ام اف، بيعرف يستفاد منها. الرونز عندك اتنين، لو قدامك 3 سكوشي من الناس اللي بتموت بسرعة وكده خش دارك هارفست على طول، وحرفيا الاوتو اتاك بتاعك هيلسع. ويا سلام بقى لو الرصاصة الرابعة، عظمة من كتر الصداع. ولكن لو قدامك لين فيه بوكينج كتير وناس بتعمل دامج ومش هتعرف تموتهم في الايرلي، روح في ليد فوت وورك وانت مغمض عينك على طول عشان تعرف تعيش قدامهم في اللين. البيلد الافضل حاليا هو بيلد الليثاليتي شبه ام اف. اول ايتمتين هتجيب برضه الجوست بليد ووراه على طول الكوليكتور عشان تعرف تاخد كيلز اكتر. ما اعرفش ليه بس بحس جن كده بياخد كيلز كتير قوي. تحس كده ان الكيلات فاهم بتجيله لحد عنده، فاهم؟ خد كلايه خد كلايه. وتالت ايتم هتخش ال دي ار عشان معظم الناس بقت تانكي شويه، وبقيه البيلد هيظهر قدامك على الشاشه. قبل ما نخش على السبورتس عايز اكلمك عن موضوع جامد بيقدمه موقع ايتوبيا، وهو الكليبس. اشمعنى بقى الكليبس؟ عشان يا سيدي انت بتبعت الكليب بتاعتك وبتاخد عليها فلوس. شوف بسيطه ازاي. بكل بساطه انت عملت حاجه فن جدا او بلاي عشان انت لعيب، مع انك في الحماده ايلو بتصورها وترفعها على جوجل درايف، وبعدين تيجي جوه ايتوبيا وتحط اللينك بتاع الكليب بتاعتك. الكليبس بتظهر هنا وتفضل لمده اسبوع. اعلى 3 كليبات بتاخد فوتس هي اللي بتكسب. بدل ما ترفعها على فيسبوك وتاخد واحد رياكت، ارفعها هنا وخد فلوس. هسيب لك اللينك في الكومنتس. نرجع لموضوعنا والكلام على السبورتس. يا صديقي انت سبورت يبقى تلعب ببليدز. حرفيا الايتمز بتاعته حلوه جدا. الرونز بتخش تجيب الجليش الاوجمنت عشان اللي هتمسكه هتمرجحه. حرفيا اصل كده اللي انت بتمسكه هياخد سلو مش طبيعي وصعب جدا يخرج منك. كمان بليدز ده عدو الميجز اللي هم اصلا ميتا حاليا. في البيلد بيجيب البتاع اللي بتخليك تمشي بسرعه انت والتيم بتاعك. اي حد بيمشي وراك بيمشي بسرعه، واللي اسمها تريل بليزر. وبعديها على طول تخش تجيب الزيكس ومعاها اللوكت. الزيكس هتحطها على الايديكاري واللوكت عشان تدي شيلد للتيم بتاعك. هدفك في الجيم انك تمسك الناس اللي سكوشي، الناس اللي بتموت بسرعه يعني. ما تروحش تهج ناسوس هتخسر الجيم. اللي بعده هو راكان. حرفيا بنفس الطريقه وبتجيب نفس البيلد بتاع بليدز. التريل بليزر بقت مفيده جدا عشان تتحرك في الماب اسرع انت وفريقك، بس راكان برضه ليه هيبته، هو بيعمل سي كتير. في الرونز بتجيب الجارديان عشان تحمل الكاري او الكاري اللي معاك على قد ما تقدر. بتلعب على الهادي في الاول لحد ما تجيب ليفل 3، وبعد كده تدخل تحاول تجيب 2 في الدبليو بتاعتك وتضرب انت والكاري في نفس العدو. تنبيه هام، اضرب انت والكاري في نفس العدو، ابوس ايدك. في التيم فايتس انت بس تستنى يكونوا متجمعين وتخش بالالت واجري عليهم كلهم، اعمل لهم تشارم وشكرا. نيجي بقى لللين اللي السيزون ده معمول عشانه. طبعا افضل تشامبيون في اللعبه وهو الستورم سيرج. ما هو بص انا فاهمك حاجه. انا اصلا بعتمد الايتميه دي على انها تشامبيون. البتاعه دي او بي جدا. لا بس بجد المره دي بصراحه يعني، بصراحه الميد دلوقتي فيه حوالي 15 تشامبيون جامدين قوي يعني. بس انا جاي اكلمك عن اجمد حاجه فيهم وهو سماكمك محطم الاي دي سي فز. ده حرفيا بيموت الايديكاري او اي سكوشي بدبليو كيو، مش محتاج حتى يدوس بقيه سكيلاته. في الرونز بتاخد الالكتريكيوت. شوف كيوت ازاي،
في الايتمز بتروح بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده ستورم سيرج، بجد يا جدعان من غير هزار الستورم سيرج دي هي اقوى ايتم في اللعبه. ما علينا، بعديها على طول بتروح داخل في الليش بين، وطيبه قوي كده. شغلانتك في الجيم انك تتسلى على سكوشيز، اعمل روم كتير وكره الاديكاري في عيشته هو والسبورت، وكده كده هو بيموت منك بسكلتين مش حوار يعني. على حسب الجيم بقى، لو شايف ان الدنيا ماشيه في صالحك هات الشادو فليم، ولو الدنيا ماشيه معاك قوي بقى في اول ريكول هات الدارك سيل ودوس على اللعبه. اللي بعده هي كاتارينا، ايوه زي ما سمعت كاتا. بجد بعد وجود الستورم سيرج في حياه كاتا الدنيا بقت سهله قوي، تدخل الجيم وتجيب معاك الالكتريكيوت وهوبا ناشر توث ووراها على طول الستورم سيرج. ولو الدنيا مشيت معاك برضه في اول ريكول بتروح تجيب الدارك سيل. عامه الميتا في الميدلين حاليا اغلبها ميجز او اسيسنز اي بي، كاتا فيز ديانا ايكو، والميجز العاديين برضه بقى اقوياء جدا، سندرا لاكس نيفيا فلاديمير او تويستد فيت. العب اللي يعجبك فيهم واشتري الستورم سيرج وهتكسب. بينا على الجنجل ليليا. بس كده، السمسمه دي معاها وين ريت 54.29%. حرفيا اي تشامبيون بيعرف يستفاد من اللايندري بقى ميتا. ده غير انها بتعمل سبلاش دامج حلو جدا، وده بيساعدها تعمل كلير بسرعه جدا في الجنجل. ويا سلام بقى لو هي بتاخد الجرابز بيكون سهله جدا عليها بسبب ان هي بتعمل دامج في كل اللي حواليها، وانت داخل هتاخد معاك الكونكرر عشان تزود الهيلينج بتاعها، وهي كده كده بتعمل هيلينج جبار. واهم حاجه في الرونز السيلريتي والووتر ووكينج عشان تطير في الماب او في الريفر. في الايتمز هجيب اللايندري وبعدها على طول ريفت ميكر. لو قدامك اساسنز كتير هات الزونيا، لو مفيش خش على طول على الرايلاي عشان تعمل لهم سلو وانت كده كده بتجري بسرعه وبسيطه. شغلانتك في الجيم اضرب واجري. في التيم فايت حاول تجيب الالت بتاعك في اكتر من 2 عشان تساعد التيم بتاعك كويس. حبيب الملايين ماستر يي، ليثال تيمبو يابا، وخش هات السيف ده والايتم الجديده اللي بتخلي الالت بتاعك يفتح بسرعه وبتديك اتاك سبيد وكمان بتخليك تانكي شويه. واساسي معاك الريج بليد، مش محتاج اقول لك هتعمل ايه، خش اعمل جانك في البوت لين ودوس الكومبو الاجمد على الاطلاق حرف الكيو، وطبعا بقى يفضل دوس على حرف الكيو بسرعه 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 وبس كده. طيب قوي. اهم حاجه كجنجل تهتم بالجرابز الجديده دي عشان بتكون سبب كبير قوي انك تكسب الجيم، لانها بتخليك انت والتيم بتاعك تكسروا التاورز بسرعه، فركز عليها. بينا على اللين الاخير التوب لين. التوب لين حالته اتغيرت قوي بعد التعديل ده، بقى واسع قوي، تحسه انه ماب لوحده فعلا معزول عن الماب، ولكن اصبح مهم بسبب وجود الجرابز والريفت الجديده. الصراحه يعني انا مش عايز اقول لك بس تيمو من اعلى الناس في الوين ريت حاليا في التوب لين، ولكن احنا ناس حلوين ومش بنلعب بتيمو فبنعمل له بان. موردكايزر يب زي ما قلت لك، اي حد بيعرف يشتري اللايندري او الريفت ميكر مع بعض بيبوظ الدنيا، زي ليليا كده بالظبط، بتخش تجيب الرايلاي وبعدها على طول الريفت ميكر ومعاهم اللايندري. ولو عايز تبقى تانكي جيب الجاك شو بعديها. افضل قاعد في التوب لين وخليك متابع مع الجنجل، اي حاجه تحصل على الجرابز روح هناك وخد الجنجل اللي قدامك ووديه البرازيل. سنجد وكيل برضو حلوين، والصراحه في ناس تانية كتيره رهيبه جدا في التوب لين اليومين دول، معاك اتروكس وتراندل وغيرهم كتير، ولكن انا هكلمك دلوقتي على عمهم جاكس. الايتم الجديده اللي اسمها ساندر سكاي بتخليك تانكي باول اوتو اتاك بتاعك بيعمل كريت. جاكس يشوف الايتم دي ويهدى؟ اكيد لا، بيجيب الليثال تيمبو عشان تضرب بسرعه، تدخل الجيم وتجيب الترينتي فورس وراها على طول الايتمات الجديده ساندر سكاي، وجيب لك بقى سبير اوف سوجن عشان الاي بتاعتك تفتح بسرعه، وخش بقى اوتو اتاك ورا اوتو اتاك. لو التيم بتاعك كسبان كمل انت في التوب لين سبليت بوشنج عادي، ولو التيم محتاج مساعده خد معاك تي بي عشان تعرف تساعدهم وقت الزنقه. هدفك هو الباك لاين في التيم فايتس، خش هات الاديكاري السبورت والميد لينر كده كلهم لوكشه واحده. الاي بتاعتك دي اهم ما يكون عشان بتخليك ما تاخدش الاوتو اتاك، حرفيا حرف الاي عندك في الكيبورد اهم حاجه. ممكن تزود الموضوع بقى وتجيب الهكس بليت الجديده. وشكرا لحد هنا، انا الصراحه كاديكاري المفروض اسيب الاديكاري واروح العب اي حاجه تانية. بجد التوب لين والميد لين والجنجل اقوياء جدا 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 مقارنه بالاديكاري. لو ما تعرفش ان احنا بنستريم فهتلاقينا على تويتش بنستريم كل يوم الساعه 6 ما عدا الخميس والجمعه، خش وهتلاقيني انا كاديكاري بصيح يعني بص صياح من هنا للصبح. وبس كده هنطلق انا اشوف لي لين تاني العب فيه، وهي سلام.